السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في حلقة جديدة من قناتكم بي كوين. جالي أسئلة كتيرة الفترة اللي فاتت عن تلاجة هيتاشي، دي يعتبر أكتر حاجة اتسألت عنها. فاحنا في حلقة النهاردة هنتكلم عن مميزات وعيوب تلاجة هيتاشي، وتابعوا معانا الحلقة للآخر لأن في العيوب في عيب بيكون كبير شوية أو مختلف عن بقية عيوب التلاجات، فده ممكن يأثر على قراركم في شراء التلاجة أو لأ، خصوصا إن سعرها بيكون عالي جدا. فلو اول مره تشوفنا انزل دلوقتي اشترك في القناه وفعل زر الجرس يوصلك كل حاجه جديده. احنا قناه مهتمه ببيعات الاجهزه المنزليه، فلو حد عايز يشتري اي منتج يسالنا عليه في التعليقات هنرد عليه على طول، او يتواصل معانا من خلال صفحتنا اللي موجوده في صندوق الوصف. ولو في حد عايزني اعمل ريفيو عن منتج معين برضه يتواصل معانا هنعمل عنه ريفيو على طول. يلا بينا عشان ما نطولش عليكم نشوفوا معانا ايه النهارده. بي كوين مش بس متخصصة في مراجعة الأجهزة المنزلية، لأ وكمان متخصصة في العناية بالشعر والبشرة. بنعمل تركيبات لجميع مشاكل الشعر. التركيبة مكونة من زيوت طبيعية وفيتامينات معالجة، والنتيجة مضمونة بنسبة 100%. وده مش رأينا احنا، ده رأي كل اللي استخدموا تركيباتنا. تواصلوا معانا خلال الواتساب وقولنا مشكلتك واستلمي المجموعة المناسبة لشعرك. خصم خاص على مجموعة الهير ماسك لجميع عملاء بي كوين. تلاجة هيتاشي فيها مميزات جميلة جدا، ده اللي جذب الناس ليها. فاحنا النهاردة هنشرح المميزات الجميلة دي وحضراتكم تقارنوا بين مميزاتها وبين عيوبها وتشوفوا هل هتدفعوا المبلغ الكبير ده فيها ولا لا. أول ميزة معانا الناس كلها محتاجاها هي توفير الكهرباء، ده بسبب التكنولوجيا الحديثة المستخدمة في الدائرة الكهربائية داخل التلاجة، وكمان إمكانية فصل المروحة بشكل أوتوماتيكي عند فتح باب التلاجة. فده حتى لو التلاجة مش انفرتر فده بيوفر معانا في الكهرباء. تاني ميزة قوتها العالية على التبريد مهما كانت درجة الحرارة الخارجية مرتفعة، ده طبعا ميزة جميلة جدا موجودة في تلاجات هيتاشي، مش موجودة في تلاجات كتيرة جدا من الفئة السعرية العالية دي، زي مثلا تلاجة ال جي اللي كنت عامل برضو عنها حلقة قبل كده مميزات وعيوب، يظهر جنبي في علامة الاي انها مش بتستحمل درجة الحرارة المرتفعة. العامل الخارجي ده بيأثر على التبريد الداخلي للتلاجة. في تلاجات هتاشي مش موجود الكلام ده. طيب درجة الحرارة الخارجية ليه مش بتأثر على التلاجة؟ ده لسببين، بسبب سمك التلاجة وبسبب قوة التبريد الداخلي للتلاجة. بيكون نظام التبريد فيها منفصل، يعني التلاجة نفسها ليها نظام تبريد لوحده والديب فريزر ليه نظام تبريد لوحده، ده بيوفر معانا في الطاقة وبيحافظ على الطعام فترة أطول. أهم مميز تلاجات هيتاشي هو التصميم الداخلي للتلاجة، بتحس كده ان التلاجة واسعة تقدر تشيل معاكي كل حاجة. منظمين الارفف بشكل جميل جدا، وبرضه اهتموا بالشكل الخارجي. في بعض الموديلات بيكون الباب الخارجي بيكون ازاز، بيدي شكل جميل جدا، زائد طبعا الوانها وتصميمها العالي جدا. اهتموا بالتصميم الداخلي للتلاجة بالنسبة للرفوف، وبرضه قوة الرفوف انها بتكون غير قابلة للكسر مع انها بتكون زجاج. وما نسيوش برضو موضوع الفلاتر، فيها فلاتر قوية جدا تنقي الأكل من البكتيريا وكمان تمنع الروائح الكريهة داخل التلاجة. شغالة بنظام تدفق الهواء، ده بيضمن لنا توزيع البرودة داخل التلاجة بشكل متساوي فيحافظ على الطعام طازة لفترة أطول. ده كده بالنسبة لكل مميزات تلاجات هيتاشي. تلاجة جميلة جدا، مميزاتها جميلة جدا مش موجودة في تلاجات من الفئة السعرية دي. نتكلم بقى معاكم عن العيوب. قبل ما نخش على العيوب تظهر جنبي في علامة الاي كنت عامل حلقة سابقة قبل كده عن تلاجات اريستون، مشابهة جدا لتلاجات هيتاشي وتقريبا اقل شوية في السعر. فلو عايزين تعرفوا مميزاتها وعيوبها وانتوا بتشتركوا في القناة خدوا لفة كده هتلاقوا حاجات كتيرة جدا عن التلاجات. اول عيب معانا هو في الحقيقة مش عيب قوي يعني، رغم كل المميزات دي فهي سعرها بيكون مرتفع زيادة عن اللزوم شوية. تاني مشكلة معانا هي تسريب غاز الفريون خصوصا في الديب فريزر. اتكلمنا ان التبريد منفصل، التلاجة لوحده والديب فريزر لوحده، فالمشكلة بتظهر اكتر في الديب فريزر، فبنضطر لإعادة شحنها بسبب قلة التبريد. تالت عيب معانا ده العيب اللي هيخليكم تقرروا هتشتروا التلاجة ولا لأ، هو انسداد المجرى المائي للتلاجة. كل تلاجة بيكون ليها مجرى تصريف للمية، فظهر بعض العيوب في تلاجة هتاشي ان المجرى ده بيتسد فبالتالي بيسرب مية، فده ممكن يأثر على الموتور وكمان قوة التبريد للتلاجة. في بعض الموديلات اللي هي بتكون بابها ازاز فلو اي بصمة جت عليها فبتظهر بيخلي شكلها مش حلو، يعني مثلا لو في اطفال في البيت وحد بصم على التلاجة فبتسيب اثر شوية، بتكون صعبة شوية برضو في التنظيف. اخر عيب معانا هو ارتفاع قطع غيارها، وكمان بيكون مش متوفر في مراكز الصيانة، خصوصا التلاجة بتكون مستوردة. كل دي عيوب بتخليك تفكر مرة واتنين وتلاتة قبل ما تشتري تلاجات هيتاشي.
بالنسبة لرأيي الشخصي فهي تلاجة مميزة جدا وجميلة جدا وفيها مميزات مش موجودة مثلا في تلاجات زي ال جي وسامسونج واريستون. بس انا برضو مش هستفيد حاجة بكل ده قصاد ان لو تلاجة لا قدر الله حصل لها حاجة ملاقيش قطع غيار. ده بيكون رأيي الشخصي. قولوا لنا برضو انتوا رأيكم الشخصي في التعليقات بحيث كلنا نستفيد. واللي جرب التلاجة برضو يتواصل معانا ويقول لنا ايه رأيه الشخصي. مش هنتكلم معاكم عن اسعار لان اسعار كل يوم بتكون في حال، فلو حد عايز يكلمنا او يقول لنا موديل معين نقول له سعره يسيب لنا برده في التعليقات واحنا هنرد عليه على طول. وبكده يكون خلصنا معاكم حلقتنا النهارده. يا رب تكون الحلقه عجبتكم. اشوفوا حلقات جايه كتيره والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.